الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه ثنيا، قطرة من فوض جوده تملأ الأرض ريا، نظرة بعين رضاه تجعل العاصي وليا، من أطاعه أدخله الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصاه أدخله النار ولو كان سيدا قرشيا. القائل في كتابه قولا بريا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به وعلى يديه الغمة، تركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته وداعيا عن دعوته، وأبلغ منا التحية والسلام. إنك على ما تشاء قدير، إنك نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا ما شئت في الدارين تسعد، فأكثر من الصلاة على سيدنا محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن جحد الصلاة على سيدنا محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك إن صليت على سيدنا محمد، وفي القبر تحظى بالأمان إذا كنت تصلي على سيدنا محمد. وإذا أتاك الملكين فلا تخشى